فيه مدرسه تحمل من الاسم خالد بن يحيى او فوزي بن زرتي. ايه سبيتا والله عارف شوي شوي والله يا حسني عارف شوي شوي نحب نفيدوا الناس، نحب نفيدوا ما فماش ارقام احصائيات اليوم ما كانوا معرفوها هذا. ما فما اي مهم زاد. دوك خلينا نكمل السؤال. في نادي ونحب الاستعانه بتجربه شخصيه. انتم دربتوا في نادي فيه مدرب اسمه فوزي بن زرتي ولا خالد بن يحيى، بعيدا عن الرومانسيه نتاعكم. عندك لي مان ليبر تنجم تحط معه كل شيء، وهو في البريباراسيون فيزيك يشد لاليني من الغادي سي فوزي وخالد ويخليك يعني الايدي مفتوحه. باش نجيبك. اول حاجه معد بدني ما ينجمش يكون رومانسي، مستحيل. لا الرومانسيه بتاعكم في الكلام عارف مش نتاعو. المعد البدني انسان عملي اكثر منه وعلمي، ما ينجمش يكون رومانسي. عندك حريه مع مدرب كبير؟ ما فماش حريه مع مدرب. فوالا المدرب انا راني نقول لك يمكن تسال سي قيس، ينجموا مثلا يقترحوا عليه مساعد مدرب، ينجموا يقترحوا عليه مدرب حراس، ينجموا يقترحوا عليه لاعب. الحاجه الوحيده اللي ما ينجموش يقترحوها عليه هو المعد البدني، لازم يكون يعرف، لازم يعرف طريقه خدمته. سي فوزي بن زرتي، سي خالد بن يحيى نكون له كل احترام لكن ما نعرفوش. هي امثله سي فوزي بن زرتي من اكثر الناس اللي تعطي حريه للمعدين البدنيين. جميل. وهذا معدين بدنيين خدموا معاه وهما يحكيوا لي. جميل. من اكثر الناس يكون انسان عنده فيه ثقه. حسني راه وقف في سنوات ال90 في الموضوع يعطيه الحريه التامه. لا وقفت مشينا جبنا بريباراتور فيزيك من فرنسا. نقطه مهمه وسامح لي سي مجيد، نسينا باش نقولوا للناس انه ايمن الجديدي اللي توا يقود اللياقه البدنيه في المنتخب، على ذكر مازالوا معدين بدنيين مع القائمه اللي خرجوا، مشينا جبناه من لونس باش نفيدوا الناس. المعد البدني مش بالبطوله التونسيه ما لقيناش. لا مع كفاءات جبناه من لونس. بالعكس حاجه باهيه برشا مش خايف.